حيث تتواصل مباريات دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة السلة، وفي هذه المباراة التي تندرج ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من هذا الموسم الرياضي 2008-2009 سنتابع اللقاء المرتقب بين الفريقين العريقين النصر والمروج. الماضي بقيادة المدرب الصربي بريدريك سافيتش يحاول هذا المدرب اللي أمامنا في الصورة المدرب الجزائري يحيى بن محمد في هذا الموسم أن يقود الفريق إلى لقب ثاني في تاريخه. يفرض عمران، حاول مرور ومر باتجاه مالك إيجيبت، مالك يقوم بعملية دوران ولكن هناك صافرة خطأ على اللاعب النيجيري مالك إيجيبت من فريق الموج. جمهور كبير يحضر هذه المباراة، طبعا جمهور النصر يحاول أن يحفز فريقه. عن مروان بغويلة يحاول نقل الكرة ولكن ترجع لعمران نقطتها. بالنسبة لفريق المروج كما أشرنا نشاهد أمامنا حقيقة التفاعل كبير للجمهور الرياضي الحاضر في هذا اللقاء مع هذا الطفل الصغير العاشق للرياضة واللي أشاهده يحرك حقيقة الجماهير الرياضية بطريقة رائعة وجميلة. عبد الحليم كعوان يحتفظ بالكرة، يمرر بطريقة ممتازة ورائعة. نقل الكرة الآن باتجاه عمران، مروان، عبد الحليم، يحيى إلى عمران، يحيى من جديد، يحيى يحاول الربع الثاني، والنتيجة ما زالت تقدم فريق النصر بفارق 20 نقطة، 29 نقطة مقابل 9 نقاط. ينجح في رمية ثلاثية بتقليص الفارق لنقطة واحدة. أول رمية ثلاثية في المباراة، ممتازة المحاولة من عمران إبراهيم، رمية ثلاثية. يرجع الكرة إلى عبد الحليم كعوان، إلى يحيى الشكماك، مروان يصوب مروان، ورمية ثلاثية ثانية لمصلحة فريق النصر. إذا رمية حرة موفقة لمصلحة فريق المروج. هذه محاولة الآن ممتازة الرمية الثلاثية عن طريق اللاعب مروان بغويلة. ثاني رمية ثلاثية للاعب مروان بغويلة، نجح خلال المحاولتين الماضيتين في إضافة 6 نقاط اللاعب سامي عيسى. قلص الفارق الآن، محاولة الآن والرمية الثلاثية الثالثة أيضا لمصلحة اللاعب مروان، ولكن ترجع الكرة، تبقى المتابعة الدفاعية لعبد الحليم كعوان. عبد الحليم الآن حاول الدخول، يمر باتجاه مروان، يصوب مروان وينجح مرة أخرى. عبد الحليم أمامنا، فضل التصويب، يصوب، ممتازة من العقل المفكر والمدبر لفريق النصر اللاعب عبد الحليم كعوان. يحاول ولكن ما يتمكنش. عبد الحليم تمريرة ممتازة، ولا أروع اللاعب عبد الحليم، تمريرة ممتازة، ولا أروع اللاعب ينجح، والتمريرة كانت حاسمة وممتازة وسريعة جدا بسرعة بديهة اللاعب عبد الحليم. مقابل 5 نقاط، تسع الفارق منذ البداية، وهذا هجوم عكسي والمحاولة، ولا أروع اللاعب وهذا هجوم عكسي والمحاولة على المحاولة، وابراهيم جبريل يحاول ولكن عملية دوران، يصوب، والمتابعة من إيميكا، والمتابعة الدفاعية تبقى لجو من إيميكا يصوب ولكن ما يتمكنش. جو في المتابعة الدفاعية، توفيق يصوب، ضاعت المحاولة. جو في المتابعة الدفاعية، والآن المحاولة من حسين علي، ولكن مالك يحاول تحت السلة الآن التصويب، يصوب، ولكن جو في المتابعة الدفاعية. قدم على صعيد الربع الثالث ب 18 نقطة مقابل 10 نقاط. هذه محاولة ولكن ضائعة لفريق النصر. نقل الكرة، وابراهيم جبريل يحاول، او بالفعل ابراهيم سامي عيسى يحاول الدخول ولكن بلوك. تتحول الكرة لمصلحة فريق النصر. عبد الحليم كعوان يمر عبد الحليم كعوان يمر بطريقة ممتازة باتجاه جو الآن إلى يحيى يحاول التمرير، يحاول الآن اللاعب مروان بغويلة يتقدم تعليمة أما فريق المروج فقد نجح في أن يسجل 18 نقطة، تفوق على مستوى الربع الثالث فريق المروج، ولكن كما أشرت فريق المروج تعثر.
أمامنا الجماهير الرياضية الحاضرة لهذه المباراة، واللي بكل تأكيد تستمتع بأداء الفريقين. فريق النصر نجح في الربع الأول في أن يفرض سيطرة كاملة على مجريات الربع الأول، وينجح في أن يتقدم بفارق مريح 27 نقطة مقابل 5 نقاط. الآن محاولة ولكن ما يتمكنش اللاعب جو من هذه المحاولة، يستفيد من خطأ. 51 نقطة مقابل. ما زال فريق النصر يتقدم، وإن كان فريق المروج نجح في أن يقلص الفارق نوعا ما. فارق الآن 16 نقطة، 58 نقطة مقابل 42. شاهدنا فريق المروج قلص الفارق لنحو 12 نقطة في الفترة الماضية، ولكن سرعان ما عاد فريق النصر من جديد ووسع الفارق. خطأ لمصلحة فريق النصر، خطأ على اللاعب مالك إيجيب، اللاعب النيجيري في صفوف فريق المروج. 4 أخطاء على اللاعب مالك إيجيب. 60 نقطة مقابل 42. عبد الحليم كعوان يرجع الكرة للخلف، ولكن ضائعة هذه المحاولة على فريق النصر. إبراهيم عبده لاعب جو، لمصلحة مالك إيجيب. لاعب مالك إيجيب كان يلعب هذا اللقاء عن إبراهيم عبده. يصوب إبراهيم عبده وينجح في التسجيل مع صافرة النهاية لإحداث هذا اللقاء. إذا مشاهدينا الكرام، انتهى هذا اللقاء بتقدم فريق النصر على حساب فريق المروج ب 72 نقطة مقابل 56.